من حسن النية أفسدوا الجهاد وأفسدوا كذا وأفسدوا بين الكتائب. كل ما دعونا إلى الوحدة نقضوها. كيف يعطوها الكتيبة تبقى هذه الكتيبة؟ لك يا جماعة هذا لا يجوز، هذا تفريق في الصف. ما يفهم حمار. في النواحي العسكرية أنا كنت قلت ما بيفهموا بالناحية العسكرية، أنا آسف وأتراجع. يعني ثور لا يفهم من النواحي العسكرية ويخالف الشرع. كل هذا البلاء، وأنا قلت كل هذا البلاء بسبب التفرق، بسبب هؤلاء الداعمين. جايبين لنا شيشانيين لا نعرف دينهم، لا يعرفون عربية، لا نعرف شيء عنهم، خلاص هذول كيف نكتشف هذا؟ الآن بسبب عدم التوحيد كيف بيكونوا 3 كتائب، يأتي النظام يهجم على كتيبة، الكتيبتين هذول ما بيدافعوا لأنه ما عندهم علم، ما في تواصل. شيخ ليس الداعمون جهلاء بالعسكرية، مفسدون أثوار، ناس برؤوس أثفار. أحمق لا يفهم شيء، كل واحد بركب لي مشروع. من الذي أنا قلت لهم هذه الله يهديه ويصلحك ويصلح لك الذرية والأهل. عندما اليوم أنا جاي والله اتصلوا في يا شيخ عدنان الوحدة الكتائب، يقول لك وحدنا كيف وحدهم رؤوس مثل رؤوس الحمير؟ أنا ما خرج عن الأدب الإسلامي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن ينقلب رأس حمار. يرفع رأسه قبل الإمام. فأقول لا أعتذر من عباراتي عن تكلمت فيها عن الداعمين، لا أعتذر ولن أعتذر، وأنا أتمنى عبارات أكبر من هيك، لكن أنا أعتذر عن العبارات الرقيقة له.